السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا يا جماعه، النهارده قصدي دلوقتي يعني، قولوا لي الف سلام اول عشان البرد اللي انا كان عندي ده. عايزه اكلمكم على جهاز اسمه السكرابر. تمام. الجهاز ده طبعا كلكم عارفينه واتشهر جدا جدا في وقت من الاوقات. بصوا يا جماعه، هو ايه؟ طبعا بيتفتح كده. هو له ثلاث يعني مش سرعات، ثلاث وظائف. في وظيفة مكتوب وظيفة ليفتنج ومويسترايزر و ايه كلينزنج. طبعا انا مش بستعمل اي حاجه خالص، انا هقفله بس عشان الصوت، بس مش بستعمل غير. شوف انا نزلت كده على الوظيفه الثانيه. دي الوظيفه بقى اللي هي بتاعه التنظيف اللي بستعملها. قفلته بس عشان الصوت. بالنسبه لجهاز السكرابر ده، انا كنت جايباه بكام ومنين؟ كنت بصراحه كنت انا في السعوديه، وجبته من شي ان. كنت جايباه بحوالي 70 ريال سعودي. فانت حاولي لو هتجيبيه، طبعا بعد الفيديو ده انت مش هتجيبيه. بصوا يا جماعه، هو بيعمل ايه السكرابر ده؟ او الالتراسونيك ده يا جماعه بيشيل الدهون اللي في البشره، سواء عندك دهون هنا او ايه، يعني اكتر حاجه هنا او هنا او هنا. يعني في الخدود ما يبقاش فيها دهون قوي، او ممكن الحته دي مثلا لو واحده بشرتها دهنيه قوي. طيب هل هو كويس؟ هو كويس يا جماعة لحظيًا. أيوه، هو بيشيل لحظيًا، بيشيل لِك الدهون اللي هنا مثلًا أو اللي في مناخيرِك. وطبعًا اوعي تحطيه لمّا تيجي تستعمليه، اوعي تحطيه على بشرة جافة، لازم بشرة تكون مبلولة، مَيّة ورد، مَيّة عادية، مَيّة مفلترة، مَيّة مقطرة، مَيّة مبسترة، حطي أي حاجة وخلاص هنا. في ناس بيحطوا كريم، بس لأ، الكريم لأ، لأن هو هيتشال، الكريم هيتشال، فأنتِ هتحسي إن دي دهون وهي مش هتبقى دهون، هيبقى كريم. فاهمين؟ ركزوا في اللي أنا باقوله. طيب انا بحط ميه ورد او اي حاجه، او هيلورونيك اسيد الغلابه ده، او اي حاجه بحطها، واقوم جايه ايه عامله بيه، بيشيل، بينظف، بيخلي المنطقه نظيفه جدا جدا، وهنا كل حاجه. بيشيل الرؤوس ايه البيضه والسوداء، ولكن هي الاكتر الرؤوس بيضه عندي، يعني بتكلم عن نفسي. طيب هل انت مبسوطه ان انت اشتريتيه؟ مبسوطه من حاجه واحده، لانه كان طلع ترند قوي قوي، فانا كنت عايزه اعمل انا عايزه ابقى زي البنت دي، اللي هو الهبل بتاع البنات ده، وانا عايزه ابقى زي فلانه وزي فلانه واشتريه وخلاص وكده، لان هم بيقولوا عليه اشعار. ده دلوقتي بعد ما استعملتيه وجربتيه، مبسوطه بيه؟ لا مش مبسوطه بيه خالص. وهل ندمتي؟ لا، انا ما عنديش حته الندم قوي يا جماعه، انا حته الندم دي مش عندي. كان الدكتور احمد خالد توفيق بيقول ايه: لو لم اجازف واقترب لاعتقدت يعني ان شيء كبير فاتني. فانا لو ما كنتش اشتريته وندمت، كنت هفضل فاكره ان في حاجه كبيره جدا جدا فايتاني في جهاز الالتراسونيك او الايه او السكرابر. طيب ليه مش عاجبك يا صفا؟ مش عاجبني لان هو حل مؤقت. حط تحت كلمه مؤقت دي 30 خط احمر او 67 خط احمر. ايوه بيشيل وبينضف، وبعدين تاني يوم على طول، بجد بجد تاني يوم على طول، بالذات في الصيف، بلاقي حاجه طلعت